جسر برابافت في مدينة المالكية الجميلة في شمال وشرق سوريا، يعتبر جسر برابافت معلماً مهماً يرمز إلى التواصل والتلاحم الاجتماعي في المنطقة. إنه مكان يحظى بتقدير كبير من قبل السكان المحليين والزوار على حد سواء، حيث يعكس روح التعاون والروابط الاجتماعية القوية في المجتمع. تاريخ جسر برابافت يعود إلى العصور القديمة، حيث كان يستخدم كممر للعبور بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الكركي، الذي يعد أحد روافد نهر الفرات. يتميز الجسر بتصميمه الفريد والجميل، حيث يتألف من عدة أقواس حجرية تعبر النهر بأناقة وأنماط معمارية رائعة. يعد جسر برابافت ممراً حيوياً في المدينة، حيث يستخدم يومياً من قبل المشاة والمركبات للعبور بين الأحياء المختلفة في المالكية. يعتبر الجسر رابطاً هاماً يجمع بين الأفراد والمجتمعات المحلية، ويسهم في تعزيز التواصل والتجارة وتعزيز الروابط الاجتماعية. بالإضافة إلى دوره العملي كممر للعبور، يعتبر جسر برابافت أيضاً مكاناً للتجمع والتفاعل الاجتماعي. يتجمع السكان المحليون والزوار على الجسر للاستمتاع بالأسواق المحلية والفعاليات الثقافية والاجتماعية. يعكس هذا المكان النابض بالحياة تراث المنطقة وتقاليدها، ويعزز الروابط الاجتماعية والتعاون بين الأفراد. ومع ذلك، يواجه جسر برابافت تحديات تتعلق بالصيانة والحفاظ على الهيكل التحتي للجسر. يجب على الجميع العمل معاً للحفاظ على هذا المعلم الثقافي الهام وتطويره، وذلك من خلال دعم السلطات المحلية والمشاركة المجتمعية والجهود المشتركة للحفاظ على جمالية الجسر واستدامته. في الختام، يعتبر جسر برابافت في المالكية رمزاً للتواصل والتلاحم الاجتماعي في المنطقة. يعكس تاريخ وثقافة المدينة، ويعزز قيم التعاون والتواصل بين الأفراد. يجب على الجميع العمل بروح المسؤولية للحفاظ على هذا المعلم الثقافي الرائع وتعزيز الروابط الاجتماعية في المجتمع.